ازيكم عاملين ايه؟ وصفتنا المرة دي هتكون وصفة مكرونة بالبينك صوص، بسيطة وسهلة وسريعة قوي. حرفيا مش تاخد ربع ساعة تحضير، يعني ممكن اصلا تقوموا تعملوها دلوقتي بعد ما تتفرجوا على الفيديو، ولو جربتوها بإذن الله تعجبكم. هي وصفة كده جوسي ومليانة صوص، بقى الناس اللي بتحب الحاجات الجوسي والمليانة صوص هيتبسطوا قوي بالوصفة دي. واللي متابعني عارف ان انا بحب اعمل وصفات سهلة وسريعة وبسيطة ومختلفة، ما تكونش تاخد مننا وقت خالص وتكون مختلفة شوية. فلو أول مرة تشوفوني تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا أي فيديو جديد أول ما أنزله. وبصوا بقى منظرها لما خلصت الوصفة، بصوا جوسي ازاي وجميلة، والبينك صوص بتاعها جميل قوي، مظبوط جدا وحلوة قوي زي ما انتم شايفين، طرية ازاي، والمكرونة معجنتش وجميلة خالص. أول حاجة بقى هجيب الفلفل الأخضر بتاعي وهقطعه شرايح بالمنظر اللي انتم شايفينه ده. وبعدين هجيب الفلفل الأصفر برضو وأقطعه بنفس الطريقة. والفلفل الأحمر برضو بنفس الطريقة. تمام. وممكن طبعا لو مش متاح الفلفل الأحمر أو الأصفر ممكن نستخدم الأخضر بس عادي، بس أنا حبيت أدي الوصفة شوية ألوان كده يعني. بعدين بقى حلة فيها مية مغلية وفيها نص كوباية زيت ومعلقتين صغيرين من الملح ومعلقة من الفلفل الأسود، وهنزل بالمكرونة بتاعتي أسلقها بقى، كيس من المكرونة كده الفرن. وهبدأ أقلب فيها من حين لآخر كده عشان ما تلزقش وتعجن، لازم التقليب الشبه مستمر يعني عشان ما تعجنش. وبعدين ربع ساعة كده وأصفيها على طول، وأجهز بقى الصوص بتاعي عقبالت. هجيب طاسة وانزل بمعلقة كبيرة شوية من الزبدة وما أخرش عشان ما تتحرقش، انزل على طول بالفلفل الألوان بتاعي الأصفر والأخضر والأحمر. وهقلب فيهم كده لحد ما يتبالوا معايا خالص. اول ما يتبالوا بقى زي ما انتم شايفين كده، هو طبعا يعني مش هيبان في الكاميرا قوي، ولكن هما دبلوا خالص. هنزل بمعلقه صغيره من الفلفل الاسود، معلقتين صغيرين من الملح، ومكعب مرقه، اي نوع مكعب مرقه، لحمه بقى فراخ براحتكم، وحسب طبعا اللي هتاكلوه جنب المكرونه يعني. بس هي انا بالنسبه لي ما اكلت يعني عملت الوصفه كده من غير اي حاجه جنبها، يعني هي الوصفه مشبعه، ويعني المكرونه مش محتاجه اي حاجه جنبها. لو مش متاح انكم تعملوا حاجه جنبيها هي المكرونه لوحدها مشبعه. تمام. بعدين هحط 3 معالق كبيره من صلصه الطماطم وهقلب برضو. طبعا نقلب كل اللي فات اللي حطيناه ده، اللي هو الملح والفلفل الاسود والمرقه، نقلبهم لحد ما يتوزعوا كويس. بعدين هنضيف الصلصه ونقلبها برضو. بعدين هنضيف قشطه، معلقتين كبار كده من القشطه بتاعت وش اللبن. تمام. او القشطه المعلبه براحتكم يعني مش هتفرق. طبعا القشطه بتاعت اللبن بتبقى دسمه اكتر، فبتاعت وش اللبن يعني بتبقى دسمه اكتر، بس مش هتفرق يعني، براحتكم المتاح او اللي اسهل لكم يعني. وهقلب بقى كويس، هتلاقوا اللون كده بدأ يدي لون كده حلو كده الصلصه مع القشطه. بعدين هضيف بقى كوبايه كبيره زي ما انتم شايفين كده من اللبن الرايب، ده اللي هيدينا بقى اللون الفاتح البينك الفاتح ده، هتشوفوا دلوقتي. نقلب كويس خالص لحد ما نلاقي كده اللون بدأ يبان كده وكل حاجة اتوزعت كويس مع بعض. بعدين بقى هجيب اول ما الاقيه كده، بصوا بدأ يغلي الصوص كده، انزل بالمكرونة المسلوقة بتاعتي. يعني الوصفة مفيش اسرع ولا اسهل من كده الصراحة يعني، وجميلة جدا بجد. ونقلب بقى المكرونة كده، نديها تقليبة كويس كده خالص. بصوا كمية الصوص ومكرونة دايبة فيها ومكرونة مش معجنة الحمد لله، وجميلة والواحدة بوحدتها كده مش لازقة في بعضها، فيعني وصفة جميلة ما شاء الله يعني، وبسيطة جدا وسهلة وسريعة. وبعدين بقى بصوا ممكن بعد ما طلع يعني بعد ما شلتها من على النار حطيت شوية موتزاريلا، او اثناء وجود الطاسة على النار ممكن نضيف الموتزاريلا اي حاجة، المهم وهي سخنة نضيف شوية موتزاريلا كده ونقلب عشان الموتزاريلا تسيح بسرعة معانا وهي سخنة، بتفرق كده وبتدي طعم لذيذ كده للوصفة. وممكن طبعا مش ضروري يعني، لو مش متاح مش مشكلة يعني. انتوا زي ما انتوا شايفين انا حطيت حبة صغيرين مش كتير قوي يعني. وبس كده الوصفة كده خلصت، واتمنى تكون الوصفة عجبتكم، وتكون بسيطة كده وسهلة، وتجربوها ان شاء الله يا رب. واتمنى تاخدوا لفة في القناة كده وتتفرجوا على كل الافكار اللي بنزلها، وببذل فيها مجهود فعلا عشان تطلع بالمنظر اللي انتوا بتشوفوه ده. وشكرا جدا مشاهدتكم، تابعتكم.